أهلا بيكم. الكل سمع عن لعنة الفراعنة وعن اللوحة اللي مكتوب عليها سيضرب الموت بجناحيه كل من يعقر صفو الملك. الناس افتكرتها مجرد تهديد وتخويف لحد ما مقبرة توت عنخ آمون اتفتحت سنة 1922، وبدأ الموت يحصد كل اللي لمسوا التراب بتاعها واحد ورا التاني. بس هل فعلا دي روح الملك اللي حضرت وقررت تنتقم، ولا الفراعنة كانوا عباقرة لدرجة ان هم صمموا سلاح بيولوجي بيفضل شغال طول الوقت لآلاف السنين؟ النهاردة في المصري لايف هنكشف سر البكتيريا الملعونة اللي سكنت المقابر وحكاية اللورد كارنارفون. بعد الفاصل انتظروا. اللورد كارنارفون الممول بتاع اكتشاف المقبرة مات بعد الشغل بأسابيع قليلة جدا بسبب قرصة ناموسة. طبعا الكل كان بيقول هي معقول قرصة ناموسة تموت؟ معقول الكلام ده صح؟ الحقيقة ان الأغرب ان الكهرباء كمان قطعت عن القاهرة كلها في نفس لحظة وفاة كارنارفون، وكلبه اللي في انجلترا مات هو كمان في نفس اللحظة. انا مش بقول كلام دجل، ده كلام موثق وبالأدلة والبراهين. العلماء الحقيقة فضلوا سنين محتارين لحد ما اكتشفوا ان الهواء جوه المقابر المقفولة من 3000 سنة ان في انواع من الفطريات والبكتيريا زي بكتيريا الاسبريكيولز اللي بتفضل نايمة، واول ما الرئة تستنشقها بتبدأ تنهش في الجسم وتعمل فشل كلوي وفشل تنفسي في ايام. الحقيقة كانت قرصة الناموسة كانت مجرد بوابة خلت الجهاز المناعي لكارنارفون يضعف ويستقبل الفطريات القاتلة اللي استنشقها جوه المقبرة. مش بس البكتيريا، الفنان المصري القديم كان حريف في استخدام الألوان. اكتشفوا ان جدران المقابر مدهونة بمواد فيها زرنيخ ويورانيوم مشع، يعني اللي بيدخل مش بس بيشم هواء فاسد، ده كمان بيتعرض لإشعاع مدمر وبيدمر خلايا جسمه من خلال بودرة سموم مرسومة على الحيطان. تخيلوا العبقرية انهم استخدموا الفن والجمال كفخ مميت بيحمي كنوزهم من أي حرامي أو باحث آثار بعد آلاف السنين. تصدقوا إن لحد النهاردة كمان المصممين والأثريين في مصر ما بيفتحوش أي تابوت جديد إلا وهم لابسين الماسكات من نوع خاص اسمها N79، حماية كاملة ليهم لأنهم عارفين إن اللعنة مش خرافة، ده علم حقيقي سبق زمانه بكتير، وإن الموت جوه المقبرة من الحقيقة السحر، مش سحر خالص، ده تكنولوجيا فرعونية مرعبة جدا جدا. والحقيقة كمان ان كانوا بيلبسوا ماسكات بناء على تعليمات منظمة اليونسكو لصحة العاملين من الأبواق الفطرية. الفراعنة سابوا لينا أعظم حضارة، بس سابوا كمان تحذير ان في ابواب من الافضل انها تفضل مقفوله زي ما هي. هل تفتكروا بقى ان العلم يقدر يفسر كل حاجه، ولا لسه في سر في لعنه الفراعنه مفيش ميكروسكوب في العالم يقدر يشوفه؟ لو قدامكم فرصه تدخلوا مقبره لسه مفتوحه حالا، هتدخلوها وتغامروا ولا هتخافوا من هواء الموت؟ مستنيه رايكم في الكومنتات. وكنتم مع المصري لايف، استنونا في سر جديد من أسرار الأرض. سلام.